السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كان بخير بصحة جيدة إن شاء الله. راني رجعت معكم البنات اليوم بوصفة لوصفات العيد الأضحى، حلوة اقتصادية جدا، حلوة من الزمن الجميل. جاتو غولي شوكو فاني، فوالا مكتوب اسمه هكذا في الكتاب. هذا الكتاب راني جبته معايا من البلاد، كذلك من عند اختي جبت زوج ولا ثلاثه تاع الكتوبه قدام بزاف، وراني قررت نتقاسم معاكم الوصفه هذه اليوم. شفتها جاتني سهله بزاف، واول مره نديرها معاكم ديريكت، يعني لا سيتها ولا سياتني. وشوفوا معايا هذا الكتاب. فوالا هذا الكتاب اصلا العنوان ديالو، الاسم ديالو غاتو ايكونوميك، حلويات اقتصاديه، من 2000 سنه 2000 هذا خرج. فوالا يعني عنده 25 سنه. فوالا المهم عجبوني الوصفات اللي فيه، واختي عطاتهوني واحده من خواتاتي هي كبيره عليا، وقالت لي هاكي باردون شاركي المتتبعات ديالك هاد الوصفات اقتصاديه وجميله. كما راكم تشوفوا يا البنات كاين بزاف الاختلاف نتاع الاسماء الحلويات نتاع زمان. فوالا اليوم اني قررت نعمل معكم هاد الوصفه. فوالا غاتو غولي كما قلت لكم شوكو فاني اسمه. بسم الله على بركة الله، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. هنا شفتوا عندي القرصة تاع الملح كنت حاطتها. عندنا 150 غرام نتاع مارغرين طرية، وإلا حبيتوا تعملوا الزبدة وكانت عندكم الزبدة أحسن، تجي بنينة أحسن. عندنا 100 غرام نتاع السكر، راكم شفتوا الكاس فين كان معمر، كنت معمره السكر. عندنا حبه بيض، حبه ولا جداد، وعندنا كذلك ملعقه كبيره تاع كاكاو، و250 غرام حتى ل 300 غرام فارينه. حطيت فيها انا هذيك 250 غرام، حطيت فيها ملعقه كبيره نتاع النشا، وما فيهاش هذه الحلوى، ما فيهاش الخميره تاع الحلويات. انا زدت لها ملعقه نشا باش تجيني شويه كيشغل مقرمشه. فوالا كيما شفتوني خلطت مليح الزبده والسكر وهذيك البيض مليح غير بيديا، وجبت الفارينه الكاس الاول اللي كان معمر. شفتوني فين معمره الكيسان تاع الفارينه 250 نفس الوقت. الملعقه الكبيره مملوءه مليح نتاع شاشيه نتاع مايزينا ناشا مخلطه مع ديك الفارينه. عملت غير الكاس الاول في الاول، من بعد راني قسمت الخليط على قسمين، نحيت شويه. فوالا وراني العجينه الاولى عملت لها لافاني، هنا عملوا لافاني اللي تكون ريحتها مليحه. فوالا العجينه البيضاء هذه، وجبت الكاس الزاوج اللي ماشي معمر حتى الفوق، شفتوه. فوالا نتاع الفارينه، وراني نخلط في العجينه نتاعي الاولى البيضاء. شوفوا القوام نتاعها. هنا كي تزيدوا الفارينه روحوا غير بشويه، لازم تبقى لكم طريه. عاود دروك راني باش نزيد الكاكاو القسم الثاني نتاع لاباط، وراني شفت هنايا باللي الفارينه ما تكفينيش، انا كنت وازنه غير 250. فوالا وفي الاول قلت لكم من 250 حتى ل 300، وكل وحده الفارينه نتاعها. هنا راكم تشوفوا فيها يعني هذيك الغرفيه مليح من الزبده باش ما نضيعوش في الزبده ويخرج لنا الميزان نيشان. زدت هذيك الملعقه الكبيره نتاع كاكاو كذلك. شوفوا الكاكاو نوعيه مليحه بنين، اللي يكون بنين وما يكونش مر بزاف. فوالا خلطوا مليح الكاكاو نتاعكم. هنا روحوا غير بالقدا، راني مسرعه الفيديو لخاطرش الكاكاو يبقى يطير عليكم، راكم عارفين هاد الحكايه. فوالا هنا الفارينه
كما قلت لكم 250 كانت كملت، بقى باقي منها غير هاد الشويه اللي راكم تشوفوا فيه. فوالا زدتها وعاودت مشيت زدت كاس ماشي معمر نتاع الفارينه. كانت عندي فارينه مغربله واجده عمرتها في حشكيره. فوالا زدتها ودوك تشوفوا شحال تخلي فارينه. المهم هنايا الكاكاو راكم عارفينه ينشف ياك، يعني ما تمشيوش تزربوا وتبقاو تكبوا كما العجينه البيضاء، ماشي كيف الكاكاو ينشف على الفارينه. كما راكم تشوفوا البنات هنا راني ماشيه غير بشويه نطم في الفارينه نتاعي، في العجينه نتاعي باردو، بالفارينه اللي زدتها. ولازم كذلك العجينه هنا تكون طريه ما تشمتكمش، ما تكونش تلصق. فوالا ما لازمش تكون تلصق بصح تكون طريه. فوالا راني لميت العجينه نتاعي مليح. ها هو شوفوا القوام نتاعها، شوفوا شحال بقالي من الكاس الزوج اللي زدتو. شفتوني فاش زدت، فاش حداش زدت. هنا لفيتهم بلاستيك، شفتوني ما خليتهمش يريحوا هنا غير شويه غير شويه. حطيتهم في الثلاجه غير على حساب اللي لميت البلون طابع تاعي نقيته. عاود وليت جبت بلاستيك وراني نحل فيهم. هنا حلوهم، انا حليتهم بطريقه عشوائيه ما كسرت راسي كامل. فوالا نورمال حلوهم هكذا، البيضه بوحدها تاع الكاكاو بوحدها. من بعد نجيبو العجينه البيضاء ونحطو فوقها العجينه نتاع الكاكاو. فوالا شوفوا هنا السمك، شفتوا شحال؟ فوالا واحد النص سنتيمتر نورمالمون، غير النص تحت كالكو مليمتر، ماشي نص سنتيمتر مي تقريبا نص سنتيمتر. فوالا نحلو العجينه كما شفتوا هنا، غير عبرت فوالا باش شفت اسكو سي ابوبري او با. وعاود جبت كما قلت لكم العجينه البيضاء وحطيت عليها الزوجه نورمال. والعجينه البنات هشيشه، روحوا معها غير بالعقل ونورمال. شفتوا منا خرجت لكم العجينه نتاع الكاكاو كانت زياده، نحيو ولصقوا كيما راكم تشوفوا فيا اسم راني نعمل عادي نورمال، ما تكومبليكيوش لي شوز. وهنايا كي راكم تشوفوا فيا راني نضرب بالحلال، ما رانيش مزيره، ضربت غير ضربات خفاف غير باش لصقت لي العجينه. ما لازمش تضربوها ولا تزيروا عليها بزاف، راه تتخلط معاهم ما يخرجكمش الشكل الشباب كيما اللي شفتوه غولي. فوالا وتجيبوا هنايا نبقاو نروليو نديرو على شكل بوده. هذا وشوفوا هنايا خليت لكم بالعين تشوفوا باللي تقطعت لي شويه وخليتها نورمال. سقدتها تخافوا منها ما والو، سقدوها بداك البلاستيك ما تطلقوش، سقدوا بيديكم هكا بالحركه هكا كيما راكم تشوفوا الحركه اللي راني نديرها. فوالا بعد دورنا، شفتوا شحال دورنا. انا في الرابعه قطعت، وانتوما كيما انا درت على شكل هكا دائري تقريبا. العجينه نتاعي كي جيت تقريبا في النص نتاع العجينه تاع الدائره قطعت بالسكين ورشيتها. هذاك البودان رشيته بالفارينه كما شفتوني، وراني حطيته على جنب. فوالا وراني نكمل في الزاوج. فوالا راها عمليه سهله كما اللي كان مكتوب الوصفه في الكتاب، راني براتيكيتها معاكم، درتها معاكم. هنا تجيبوا نفس هذاك البلاستيك اللي حليتو فيه وتبقاو تخدموا في البودان تاعكم، وغير بشويه باش ما يتفتت لكمش، تخدموا غير زعما تعطيو له لا فورم مليحه وتلفوا وتزيروه مليح بصح ما تضغطوش داكوغ، غير شويه لفوه مليح وخرجوا كي شغل حاولوا تخرجوا الخوال اللي لداخل. والله هكذا غير بشويه من بعد عطيو له لا فورم باش ما يبقاش صباعكم من لي طراس تاع صباعكم في العجينه. فوالا بالبلاستيك هكا دوروا حربلوه مليح. بعد هنا ما هناش ماشيين نقطعوه توت سويت يا البنات. هاد العجينه لازم تدخل للثلاجه، انا دخلتها للثلاجه في الكتاب مكتوب 30 مينوت 30 دقيقه، انا خليتها اكثر من 30 دقيقه، خليتها ساعه ونص. كنت ندير شغالات واحد اخرين خليتها ساعه ونص.
هنا كيما راكم تشوفوا راني كي راهي هكذا بارده مليح، راني قبل ما تسخن في يدي راني نبروفيتي، راني نحربل فيها غير بشويه، نعطيها الشكل واحد، يعني ماشي جهه طالعه، ماشي شفت باللي كان شي بلايص وحده سمينه وحده رقيقه وجهه طالعه كل شيء. ايا تحفتها مليح، قطعت الحاشيه شويه، من بعد قطعت وحده وراني كيما راكم تشوفوا نقطع عليها، نقطعو هكا دي لوزونج هكا مقيرطات على شكل مقيرطات ولا دي لوزونج باش يجيو متساويين، كل وحده وتعمل الكبر اللي حباتو، اللي تحب كبير تعمل كبير، اللي تحب صغير تعمل صغير. انا داروا هادو زوج تاع لي بوده داروا لي 28 حبه، فوالا هذه 150 غرام زبده دارت لي 28 حبه، وانا درتهم شويه كبيبرين، فوالا شويه كبار. فوالا راها حلوه سهله مهله واقتصاديه جدا، وانا ما نكذبش عليكم عجبتني الكو تاع الكاكاو والافاني عجبتني. فوالا كيما راكم تشوفوا ما تجبدوش هذا البودان تاعي، خليوه في الثلاجه حتى اللي تكملوا التقطاع نتاع الاول، عاده جبدوا الزوج وكذلك خدموه بنفس الطريقه. فوالا بالنسبه للفرن البنات سخنوا الفرن على 170. شوفوا هنايا راني نوري لكم باللي البودان الاول شرتهم شويه كبار، الزوج مدا كان رقيق على البودان الاول جاوني شويه اصغر. فوالا المهم البنات كما قلت لكم من الفرن درجه هذه هي الكميه اللي خرجت لي، وهذوك زوج اللي راكم تشوفوهم حبات مزرخشين دوك الحواشي يخرجوا لي هكذاك، وعاود رديتهم حبيبات هكاك وصاي. بنات الفرن مسخن على 180، وكي تطرحوا الصينيه تاعكم ديروها في الوسط ونقصوا له 170. فوالا كي تشوفوها بدات تحمر هكذا ما تخليوهاش طيب بزاف، ما تفوتوش يعني 12 15 دقيقه، سينو راها تنشف معاكم. كي تخرج معاكم طيب وتوجد وتخرجوها باردون من الفرن، خليوها تبرد تماما، ما تخربوش فيها، تكون طريه خليوها تبرد تماما باش تقدروا تكلاصيوها ولا تديكوريوها. هنا جبت شويه تاع المربى نتاع المشماش لا كونفيتور، شفتوه منتوج بلادي جبتو معايا من البلاد، حتى هو ما شفتوش بصح ما وريت لكمش كامل واش جبت، كان بزاف صوالح. كيما راكم تشوفوا راني نطلي لا فاساد الوجه نتاع الكاطو، ونعمل هذيك سيدي كاكاوات مهرمش محمر، فوالا محمصوه مليح مليح ومهرمش، طحنتو كشغل شويه خشين ماشي بزاف، وديكوريتو هكا من الفوق كما شفتوني، وجات واش نقول لكم جد رائعه. وتقدروا البنات كذلك ديروا لها شوكولا اللي محبين الشوكولا، وديروا لها من الفوق كذلك الكاكاوات هكا كما شفتوا. واش نقول لكم تجي لنا رائعه شويه غريبه تاع الكونفيتور الكاكاوات والكاكاو لافاني، وتجي كذلك شغل تقرمش وطريه في نفس الوقت. كانت هذه هي وصفه اليوم البنات. الا عجبتكم بنات الوصفه كالمعتاد ما تنساونيش باللايك والبارطاج، واللي مشي مشتركه نقول لك اشتركي تشوفي جديد نتاعنا باذن الله. انتظروني الى في الفيديو القادم ان شاء الله بوصفه جديده ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.